فإذا أكرمك الله وسمعت الأذان، أذان الفجر، وقلت مثل ما يقول، بكرت للمسجد وذكرت الله عز وجل، صليت النافلة، صليت الفريضة، ثم أتيت بالذكر أو الأذكار، أذكار الصباح بعد صلاتك. تدري ماذا فعلت الآن؟ تدري ماذا فعلت؟ أنت فعلت الآن شيء عظيم جدا. أنت الآن عملت ضبط كامل ليومك بإمساكك بهذا الصباح الباكر، عملت ضبطا كاملا ليومك. أحد السلف يقول: يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره، بقية اليوم كله ينقاد لك على خير وبركة. ابن القيم له كلمة حلوة جميلة، يقول: أول اليوم شبابه، وآخر اليوم شيخوخته، ومن شب على شيء شاب عليه. يعني إن كان الإنسان ذاكرا في الصباح مضى معه الذكر في اليوم كله، إن كان كسولا الكسل يمشي معه إلى آخر النهار، إن كان نشيطا النشاط يمشي معه إلى آخر النهار. الصباح الباكر هذا زمام اليوم.